جايين النهارده نتكلم على الساحل North الشمالي. Coast. انا كعميل بدور اشتري في الساحل لازم اكون فاهم جدا الخريطه بتاعته، بحيث ان في مشاريع ينفع ان انا اروح اسكن فيها سواء استلام فوري او في خلال سنتين ثلاثه، في مشاريع تانية تنفع تكون استثمار طويل الاجل، في مشاريع تانية ينفع تكون استثمار قصير الاجل واقدر ابيعها في خلال سنتين وهكذا. فلما نيجي نتكلم على الخريطه، احنا دلوقتي هنبتدي من تحت من عند اسكندريه، نبقى ماشيين على الطريق الدولي نعدي كيلو 21، يبتدي معانا الساحل القديم لغايه مارينا تخلص من هنا، تبتدي معانا ايه؟ اول حاجه مدينه العلمين الجديده من الكيلو 100 تقريبا للكيلو ايه 123. بعد مدينه العلمين هتبتدي معانا مدينه سيدي عبد الرحمن اللي فيها مراسي وهاسيندا وامواج، اللي هي احلى جزء عايش دلوقتي فين؟ في الساحل الشمالي. خلصنا سيدي عبد الرحمن من 124 ل 144، دخلنا في غزاله باي، وبعد غزاله باي هيبقى عندي منطقه الضبعه، وطبعا الشهيره بالمفاعل النووي. نخلص الضبعه من هنا، المنطقه الاكثر تميزا والاكثر كلاما والاكثر استثمارا واللي الناس كلها بتتكلم عليها، وهي منطقه ايه؟ راس الحكمه. راس الحكمه تقريبا عندي ممتده من الكيلو 178 للكيلو 220. ونخلص راس الحكمه من هنا، يبقى معانا من حته من اجمل البحار الموجوده وهي سيدي حنيش. بطبيعه الحال لازم ابقى فاهم وانا بشتري ان كل ما انا بشتري من ناحيه اسكندريه طالع لمرسى مطروح، كل ما اقرب من مرسى مطروح بتكون الايه؟ البحر بيكون احلى والشط بيكون انعم. هنتكلم في سلسله قصيره من الفيديوز بقى عن كل منطقه ومميزات وعيوب كل مكان فيهم.